صباح الخير وتحياتي مرة تانية لكل الأخوة والأهل المتظاهرين بسويداء ودرعا وكل المحافظات ودير الزور وريف دمشق وكل المحافظات اللي طلع فيها التظاهرات. إن شاء الله أنتوا اخترتوا الوقت المناسب والظرف المناسب لهي المظاهرات. ما عاد في أي مبرر للنظام لاستعمال القوة. نتمنى من أخوتنا بالساحل المشاركة ولو بالصوت ولو بالفيديوهات ولو بالمناشير ولو بأي طريقة لحتى يكونوا جزء من هذه الثورة الشريفة والكريمة اللي قامت مشان كرامة الشعب السوري كله. هاي درجة أولى. ناحية تانية أخوتنا اللي بالساحل يعني خلص وصلت لمرحلة فهمتوا اللعبة وفهمتوا انه كل هالضحايا اللي عم تروح من الطرفين كلها اسبابها هو واحد، بشار الاسد اللي بقائه يضل مبلط على هالكرسي واربعة خمسة حواليه اللي عم يسروا الاقتصاد ويجوعوا الناس وتركوا همشوا الشعب السوري كله. يعني ما بيهموا بشار الاسد الشعب السوري كله يموت، موالاة ومعارضة، بس لو يفضلوا يعني على مستوى القصر الجمهوري تبعه ويضل قاعد ولو مختار، يعني هيك شكلي، المهم انه يضل عامل رئيس على كم شخص من الحراسات تبعه والشبيحة والقتلي. والأشخاص اللي لسه واقفين معه والله مو محبة، لكن تورطوا بالدم وتورطوا بالقتل وتورطوا بالتعذيب. فهني على قناعة تامة انه صارت بالنهايات. واذا بشار الاسد ركب بالطيارة وحمل زوجته واولاده ويمكن كم شخصية معه من الفروع الامنية اللي اصلا مطلوبين دوليا، يهربوا على روسيا يهربوا على ايران، ما بعرف يختاروا البلد، راح يتركوا شبيحتهم واللي كانوا يعذبوا بالسجون والقتلة والمجرمين راح يتركوهم بالأرض، فراح يتحاكموا وراح يتعلقوا كلهم على المشانق. والحساب مثل ما ذكرنا ما بيتعلق بس بالنظام، حتى في جزء كبير من المعارضة من اللي ارتكبوا المجازر كله بده يتحاكم. المعارضة هي المتأخنة والمعارضة الإسلامية اللي أصلا هي صناعة النظام كانت وما زالت لحد الآن، كمان هدول بدهم يتحاسبوا اللي عم يرتكبوا الأخطاء والاغتصابات والتعدي على المدنيين، واكتفوا بمساحة واحدة بس بالشمال تجمعوا فيها لحتى يعملوها انه هاي دولتهم المنشودة. فبتمنى من كل الشعب السوري يتابع المظاهرات، والآن النظام بأضعف أوضاعه، يعني حتى ما قدران يصرف على الشبيحة تبعه، ما عنده يصرف على الشبيحة تبعه مثل ما كان بالأول عم يشبح. ولولا هيك ما كانت انكسرت الميزانية. الدولار بدأ ب50 ليرة سوري كان بال2011 ليوصل هلأ ل14 15 ألف ويمكن كمان على ارتفاع. روسيا غضت نظر عنه والتهت بأوكرانيا. روسيا أخذت اللي بدها إياه منه من السواحل، من الميناء، من الفوسفات، من البترول، من تنقيب الغاز، من إعادة الأعمار على رأيها. يعني أخذت كل هالمميزات. نفس الشيء إيران أخذت اللي بدها إياه منه وعم تنسحب ليك أول بأول. تهديد صغير من أمريكا، هذا كان يقولوا الموت لأمريكا، طلع الموز لأمريكا. تهديد صغير هربوا وبلشوا هلأ القطعان يطلعوا من البوكمال ومن اليعربية ويهربوا على العراق يجمعوا حالهم هنيك. أمريكا راح تعمل 20 كيلو متر داخل الأراضي السورية و20 كيلو متر داخل الأراضي العراقية، 40 كيلو متر. أي شخص بيوجد بهذه المنطقة يعتبر هدف مشروع. لذلك أني فهموا أنه وصلوا هلأ لمرحلة
للإبادة. تمام. فالبلد بدها تنضف. أكبر خاسر هن الإيرانيين، والناس اللي انتموا لتنظيمات الخميني وللرواتب من الحالة الاقتصادية، يا ريت ينسحبوا. وما بنتمنى يصير في تقاتل أبدا ما بين الشعب السوري وهي الناس اللي أصلا من الجوع راحت التجأت، لأنه ما في حل. جوعهم بشار الأسد خلاهم يلتجئوا للإيرانيين مشان $50 بالشهر مشان يصرفوا أولادهم، وكلهم الأغلب من الطبقة الفقيرة بسوريا. يا ريت ينضموا للثورة و... والله كريم. يعني الأمور صارت بنهايتها. نحن هلأ بالصفحة الأخيرة من مسلسل هاي العائلة اللي دمرت سوريا، والله ينصر الثورة، وتحياتي لكم.